المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في ندوات سلفت تحدثنا في هذا اللقاء عن موضوع الزواج وعن حكمه وحكمة مشروعيته وما يتعلق به من أحكام عديدة، كما تناولنا أيضا حقوق كل من الزوج والزوجة ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، ووضحنا ما يتصل بالزواج من أحكام فقهية هامة. وواضح أن الإسلام وصى الرجل بزوجته ووصى الزوجة بزوجها، وحين وصى الإسلام كلا من الزوجين وضح لنا حقيقة هامة، هي أن الزواج سكن ومودة ورحمة، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. ومع وصايا الإسلام بالمرأة فإننا نرى أنه قد أباح الإسلام للزوج أن يعدد زوجاته، وشرع الإسلام أن يتزوج الإنسان أكثر من واحدة، ولكن لهذا التشريع حكمة عالية، ولهذا التعدد الذي شرع في الإسلام ضوابط ومحاذير وضحها القرآن الكريم ووضحتها السنة المفصلة على صاحبها أفضل الصلاة وأتم السلام. وندوة اليوم تجيب على هذه المطالب والضوابط والحكمة من التعدد. ضيفنا في هذا اللقاء الداعية الإسلامي فضيلة الأستاذ الدكتور حامد جامع، فأهلا ومرحبا به في هذا اللقاء. أهلا وسهلا. لنبدأ لقاءنا مع موضوع تعدد الزوجات والحكمة من هذا التعدد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء وإمام المرسلين، وبعد. فينبغي أولا أن أتذكر وأذكر بأن الإسلام لم يبتدع نظام تعدد الزوجات، وإنما جاء الإسلام فوجد الشرائع قبله قد سبقته بهذا النظام وأقرته، ووجد الأمم والشعوب قبله قد أخذت بنظام التعدد وأسرفت فيه بلا حدود وبلا قيود. الديانات السابقة على الإسلام أخذت بنظام التعدد، وأنبياء الله صلوات الله وسلامه عليهم كان لهم زوجات، منهم نبي الله إبراهيم عليه السلام كان له أكثر من زوجة، عرفنا منهن هاجر وسارة. نبي الله داود كان له أكثر من عشرات الزوجات، وكذلك نبي الله داود، أحدهما كان له 99 زوجة والآخر كان له 70 زوجة. الأمم الأخرى التي كانت تدين بديانات غير سماوية أخذت بنظام التعدد. قدماء المصريين مثلا عرفوا نظام التعدد، وزعموا فيما زعموا أن آلهتهم تتزوج وتنجب وتعدد الزوجات، وزعموا أن رمسيس الثاني ابن الإله، زعموا أنه ابن الإله، وقالوا إن ابن الإله تزوج أكثر من واحدة، منهن نفرتاري، ومنهن ابنة ملك الحيثيين،
وغير هاتين الزوجتين. العرب في الجاهلية عرفوا نظام التعدد وكان عندهم فاشيا ومتغلغلا في كل مجتمعاتهم. بعض الأمم والشعوب التي عرفت نظام التعدد وأخذت به كانت تمتدحه، وكانت تنظر نظرة متدنية متواضعة إلى من لا يعدد زوجات، وتظن ذلك أو تزعم أن ذلك دليل الفقر والعوز وقلة الحاجة أو وقلة الجاه والقدرة على معاشرة أكثر من زوجة. لما جاء الإسلام وجد أن التعدد ظاهرة فاشية في العرب، لم يلزم بهذا النظام ولم يدعو إلى هذا النظام، وإنما أباح التعدد ووضع له قيودا ووضع له حدودا. حدد الإسلام عدد الزوجات التي يجوز للرجل أن يجمع بينهن في عصمته ب4 زوجات، وجاء ذلك في الآية الكريمة في أول سورة النساء: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. ثم أتبع الله سبحانه وتعالى ذلك بقوله: فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا. هذه الآية أباحت ما كان قائما من نظام التعدد بين العرب وفي مجتمعات العرب، ولكنها قيدت عدد النسوة اللائي يجوز للرجل أن يمسك بعصمهن ب4 نسوة على الأكثر، وجعلت لذلك شرطا وهو العدل بين الزوجات، بمعنى أن الرجل إذا كانت عنده زوجة وأراد أن يتزوج غيرها فلا بد أن يتيقن من أنه لن يجور على إحداهما أو إحداهن إن جمع بين أكثر من زوجتين. الحكمة في أن الإسلام أقر ذلك النظام أنه ليس من العقيدة وليس من قوام الدين، ولكنه نظام اجتماعي وأسري. والإسلام لمح في هذا النظام حلا لبعض مشكلات قد تعتري نظام المجتمع وقد تمثل حالات عرضية أو مرضية في المجتمع. من ذلك أن المرأة التي تكون في عصمة زوجها قد تكون عاقرا أو عقيما، وعندئذ يكون الخيار للرجل بين أمرين كلاهما صعب بالنسبة للمرأة، ولكن بعضهما أو أحدهما أصعب من الآخر. الرجل عندئذ يكون بين أن يطلق هذه المرأة ويسرحها أو يمسك بها ويتزوج غيرها ابتغاء الولد الذي يحفظ اسمه ويحمل لقبه ويسهم في الدعوة إلى الله وفي الدفاع والذود عن دين الله سبحانه وتعالى. هذا الزوج إذا تزوج على امرأته بهذا الهدف، بهدف أن يكون له عقب، وأن يكون هذا العقب من بعده ولدا صالحا يدعو له ويدعو إلى الله ويسهم في بناء المجتمع الإسلامي، هذا الزوج عندئذ يكون إن تيقن من أنه لن يظلم إحدى الزوجتين يكون قد أتى أمرا مباحا ومشروعا. حكمة أخرى من حكم إباحة الإسلام للتعدد أن المرأة قد تصاب بمرض مزمن
يقعدها عن خدمة زوجها، أو تصاب بمرض ينفر زوجها منها. نظلم الرجل إذا أرغمناه وألزمناه بأن يقترب ويخالط هذه المرأة، ولكننا أيضا لا نستطيع أن نقول له دع هذه المرأة أو سرح هذه المرأة، ولكن عندئذ أباح الله سبحانه وتعالى في شرعه الحكيم وفي دينه الحكيم الإسلام نظام التعدد، وعندئذ يجوز للرجل أن يتزوج امرأة أخرى تقوم بخدمته وبأمره وبشأنه وتوفر له السكن والمودة والرحمة، مع الإبقاء على هذه الزوجة ومع معاشرتها بالمعروف والقيام على شؤونها كلها. قد تشب في المجتمع ظاهرة حرب أو ظاهرة وباء، حفظ الله مجتمعاتنا من هذه الآفات والعلل، الحروب والآفات والأمراض. عندئذ قد تحصد هذه الحروب أو هذه الآفات الرجال خاصة، ويكثر عدد من النساء. ما الحل عندئذ؟ إذا أمسك الرجل امرأة واحدة فإن نساء أخريات لا يكون لهن أزواج. عندئذ يكون نظام التعدد محققا مصلحة للمرأة نفسها قبل أن تكون هذه المصلحة للرجل. بعض الناس يقول إن تعدد الزوجات في الإسلام لمحة أو صورة من صور ومن لمحات الاستجابة لشهوة الرجل في أن يتمتع بأكثر من امرأة. والرد على ذلك أن ديانات الله كلها ومنها الديانة المسيحية جاءت بنظام التعدد، وظل هذا النظام مأخوذا به حتى عهد قريب، ولم يحرم في أي من العهدين القديم أو الجديد. ومن أجل ذلك نقرأ فيما نقرأ أن أحد الذين ثاروا على النظام الكنسي وهو مارتن لوثر كان من أسباب ثورته أنه ناصر نظام التعدد وقال إنه لم يأتي به شرع في العهدين القديم أو الجديد. التعدد إذن ظاهرة عرفت قبل الإسلام، أباحها الإسلام، حددها بعدد معين وهو 4 نسوة. ولذلك لما أسلم أحد العرب بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن عنده 10 نسوة، قال له النبي صلى الله عليه وسلم أمسك 4 وفارق سائرهن. يبقى العدد عندئذ 4 نسوة. يقول بعض الناس ويزعم بعض الناس أن الآية تفيد أن العدد المسموح به أكثر من 4، لأنهم يقولون مثنى 2 ثلاث 3 تضاف إلى 2 يكون 5، ورباع 4 يكون 9. هذا غير صحيح، والسنة تبين المقصود بالآية، وأن المقصود هو أن العدد لا يزيد على 4. هناك شرط أيضا وضعه الإسلام، لأن النظام كان بلا قيود وبلا حدود. هناك شرط وهو شرط تيقن العدل بين الزوجات إن جمع بين أكثر من زوجة. نعم، في الواقع وهذا الشرط هو أحد الضوابط الهامة التي راعى بها الإسلام الموازنة في الحياة الزوجية واستقرار البيت الزوجي حين يحدث التعدد. ولكن الإسلام في دعوته إلى العدل بين الزوجات فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة، أي أنه كأنه يريد أن يقول إن التعدد لا يكون إلا عند تيقن العدل كما تفضلتم.
إلا أن آية أخرى تقول ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم. فكيف نوفق بين ما توضحه هذه الآية، وربما يعني فيما أذكر أنها توضح أشياء قد لا يستطيع الإنسان أن يعدل فيها، كالميل القلبي أو نحو ذلك. هو بعض الناس يظن أن بين الآيتين تعارضا، وأن إحداهما تقيد أو تلغي الحكم الذي جاءت به الأخرى، والأمر ليس على هذا الوجه إطلاقا، لأن الآية التي تشترط العدل وتقول فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة، هذه الآية على ظاهرها تماما لابد من تيقن العدل بين الزوجات إن جمع الإنسان بينهم. الآية الأخرى تقول ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم، هذه أيضا على ظاهرها وإطلاقها وعمومها، لكن العدل هنا أو ما يكون فيه العدل هنا غير ما يكون فيه العدل في الآية الأخرى. الآية الثانية وهي ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء، هذا في الأمور القلبية وفي الإحساسات النفسية. قد يحس الزوج بميل إلى إحدى زوجتيه أكثر من الأخرى، وهذا لا إثم فيه ولا حرج فيه، وهذا لا يعارض مفهوم الآية الأخرى ولا ظاهر الآية الأخرى، لأن الآية الأخرى المقصود بالعدل المطلوب فيها فإن خفتم ألا تعدلوا، العدل المقصود هنا والمطلوب هنا هو العدل في الأمور التي يمكن التحكم فيها، وهي الأمور غير النفسية. وسيدة عائشة رضوان الله تعالى عليها توضح لنا ذلك فيما روت وفيما حدثت به. قال إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقسم بين زوجاته فيعدل. يمكن التحكم فيها، وهي الأمور غير النفسية. وسيدة عائشة رضوان الله تعالى عليها توضح لنا ذلك فيما روت وفيما حدثت به. قال إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقسم بين زوجاته فيعدل، ثم يقول اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تؤاخذني فيما تملك ولا أملك، وهو الميل القلبي. وتحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف على أزواجه كل يوم فيقترب من كل واحدة منهن ولا يمسها حتى يأتي التي لها الدور ولها النوبة فيبيت عندها. القسم يكون في النفقة، يكون في المعاملة بإحسان، يكون في المعاشرة بالمعروف، يكون في المودة، يكون في الملاطفة، يكون في كل أمر مقدور للإنسان. أما الأمر الذي لا يملكه الإنسان ولا يستطيع أن يتحكم فيه وهو الميل القلبي، فإن القلوب بيد الله سبحانه وتعالى يصرفها كيف يشاء. لا يمكن لإنسان أن يملك اتجاه قلبه، ولا يمكن لإنسان أن يسيطر على هوى نفسه. نعم، ولذلك كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تؤاخذني فيما تملك ولا أملك، وهو القلب. نعم. ولعل الآية الكريمة التي تفضلتم بالتوفيق بين ما ظاهره التعارض أو ما قد يفهمه البعض من التعارض لا تعارض بينهما، وبهذا يتضح المعنى. ولذلك زين الآية الكريمة بقوله تعالى ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل. يعني إذن فيه ميل قد يكون ميل في القلب بعض الشيء. نعم، بارك الله فيكم، هذه إضافة طيبة، بارك الله فيكم. هذا العدل بين النساء
وقد تفضلتم بالإشارة إلى العدل في النفقة والمسكن والملبس والملاطفة والمبيت. نعم. كل هذا أيضا قد يكون هناك أيضا لهذه أبناء ولهذه أبناء. نعم. ألا يكون أيضا العدل بين أبنائه من الزوجة الأولى وأبنائه من الزوجة الثانية، لو تفضلتم بالإشارة إلى ذلك؟ هو كما بدأتم فضيلتكم هذا واجب ديني أيضا. نعم. إذا كان من الواجب على الرجل أن يعدل بين زوجاته، فإن من الواجب عليه أيضا أن يعدل بين أولاده، خاصة إذا كان هؤلاء الأولاد من زوجات متعددات. نعم. حتى لو لم يكن هؤلاء الأولاد من زوجات متعددات وكانوا من أم واحدة ومن امرأة واحدة، يجب على الرجل أن يعدل بينهم. عظيم. النبي عليه الصلاة والسلام بين لنا هذا ووضحه في سنة قولية وعملية. النعمان ابن بشير رضي الله تعالى عنه يحدث فيقول: إن أبي نحلني نحلة، أعطاه عطية، فقالت له أمه أو فقالت أمه لأبيه: لا أقبل نحلتك لولدي حتى تشهد عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهب بشير إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقص عليه الأمر، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم قائلا: أكل ولدك أعطيته مثل ما أعطيت النعمان؟ قال الرجل: لا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أشهد على هذه العطية غيري، فإني لا أشهد على ظلم أو على جور، في رواية أخرى. فرجع النعمان فرجع بشير عن عطيته لولده. النبي بهذا الحديث برفضه لأن يشهد على هذه العطية لولد دون بقية الأولاد، أولاد بشير والد النعمان، هنا يقرر ببيان عملي أن العدل بين الأبناء واجب ديني. النبي صلى الله عليه وسلم حين يقول له: أشهد على هذا غيري فإني لا أشهد على جور، هذا بيان قولي وسنة قولية، لأن هذا واجب ديني أيضا. نقف عند أم النعمان وموقفها العظيم. هو أعطى ولده، ولكنها لم تقبل لولدها هذه العطية حتى تكون تماما متيقنة من أن هذه العطية لا خروج فيها على قواعد الدين ولا على واجب ديني، وردت الأمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقضي فيه. فقضى النبي صلى الله عليه وسلم فيه بما يؤكد الحق للأبناء في أن يعدل بينهم الآباء في كل عطية وفي كل شعور وفي كل نافلة وفي كل شيء يقدمونه لأحد الأبناء. لا بد أن يساوى فيه بين كل الأبناء، وأن يكون العدل بينهم حتى تستقر الموازين في الأسرة، وحتى تظل العلاقات الأسرية قائمة على ما وضعها الله بين الناس. في الواقع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو القدوة والأسوة الحسنة كان في عدله بين أمهات المؤمنين إذا أراد سفرا أقرع بينهن، وأيتهن خرجت قرعتها سافر بها. نعم. وما ذلك إلا لأنه يريد أن يشفي الصدور وألا يكون هناك شيء في نفوس الأخريات. هذا من جهة. ومن جهة أخرى لو نظرنا في مرضه الذي توفي فيه وكيف كان يريد أن يمر على الجميع، لكن عندما أراد أن يظل في بيت عائشة استأذنهن. نعم. فلما أذن له أقام في بيت السيدة عائشة رضي الله تعالى عنه. نعم. هذا يعطينا إلى أي مدى حرص الرسول عليه الصلاة والسلام ليقتدي به المسلمون
في المبالغة في الحرص على العدل بين الزوجات، هذا من جهة. ومن وجه آخر ربما أيضا بعض الناس قد لا يمكنه أو لعذر ما كعذر المرض الذي استأذن فيه الرسول صلى الله عليه وسلم سائر أمهات المؤمنين أن يبقى في بيت واحدة منهن. يعني ألا يمكن أن نطبق هذا أيضا، هذا الحكم عند مثل هذه الضرورة؟ وبالتالي نفس الدليل نستنبطه من نفس الحديث. هو ليس ألا يمكن، ده هو واجب علينا. نعم. لأن يعني كل ما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم وكل ما ثبت لنا من قوله الشريف صلوات الله وسلامه عليه هو شرع يحتذى وقدوة يقتدى بها ودين نأخذه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكما تفضلتم فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان في مرضه الأخير كان يطاف به مسنودا أو محمولا بين رجلين على أزواجه حتى ثقل عليه المرض، فاستأذن كما تفضلتم في أن يمرض في بيت عائشة. الحكم شرع لكل المسلمين، لا يحق لرجل أن يأخذ امرأة من زوجاته ويسافر بها ويغيب عن بقية الزوجات حتى يستأذن سائر الزوجات غير هذه الزوجة. أريد أن أنبه في النهاية إلى أن بعض الأزواج قد يهجر امرأته ويلجأ إلى الأخرى لأنها لم تعقب ولدا أو لم تعقب بالمرة، وهذا ليس من العدل في شيء وليس من شرع الله في شيء، ونسأل الله لنا وللجميع التوفيق. شكر الله لكم. في الواقع أيها الإخوة المؤمنون، الإسلام حرص كل الحرص ووصى وصايا مؤكدة بالمرأة، وحين أباح التعدد أباحه بقيود وحدود وضوابط ومحاذير، ولعل في هذه الندوة ما وضح إلى حضراتكم كل هذا. ويكفينا قول رسولنا صلى الله عليه وسلم: من كانت له زوجتان فلم يعدل بينهما جاء يوم القيامة وأحد شقيه مائل. صلوات الله وسلامه عليك يا رسول الله. في نهاية هذه الندوة أيها الإخوة المؤمنون نشكر فضيلة الأستاذ الدكتور حامد جامع، وشكر الله لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.